السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اتمنى منكم يوم سعيد واسبوع سعيد ودوري سعيد. دوري انجليزي سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن ماتشات الجوله الثانيه، بس قبل ما نتكلم يعني اتمنى منكم الدعم والمشاركه في القناه. هتلاقوا رابط القناه بتاعتي على اليوتيوب بتاع اليوتيوب في البايو بتاع قناه تيك توك. اتمنى بس ان انتوا تشتركوا على قناة اليوتيوب وعلى القناة بتاع التيك توك. طيب، في الدوري الانجليزي احنا عندنا النهارده برضو بدايتنا مع ماتش يوم الجمعة، هيبقى اللي هو ماتش ويست هام وتشيلسي. طبعا ويست هام بالمستوى اللي هو ادى فيه الماتش اللي فات قدام ساندرلاند واتغلب 3-0، ده كان مستوى رديء جدا. والكلام ده طبعا بخروج بعض اللعيبة المهمة اللي موجودة في ويست هام، ادت لفراغ في الفرقة بشكل كبير، من اهمهم محمد قدوس اللي راح توتنهام. طبعا الظهور بالمستوى الضعيف هيأدي بنسبة كبيرة لتشيلسي، هيبقى عندها فوز سهل على وست هام في الماتش ده. ما نبصش للماتش بتاع تشيلسي اللي فات اللي حصل فيه تعادل والكلام ده كله، عشان ف يعني احنا هنبص عليه اللي هو بمبدأ اللي انت تشيلسي كانت في كأس العالم للأندية ووصلت نهائي ولعبت باريس سان جيرمان، واللاعيبة دلوقتي يعني بنسبة ما في فترة نشوة وفرح باللي هم محققين بطولة كبيرة زي ديت. فأكيد طبعا هيبقى في فترة فراغ هتحصل. فكويس بالنسبة لفريق تشيلسي اللي هي حصلت في بداية الموسم، واللي هو المدرب يقدر يلم نفسه فيها ويحقق مكسب سهل مع لو استلم الماتش في الجولة الثانية، ويبدأ يرجع للطريق الصحيح للمنافسة على الدوري. لأن أنا في رأيي أنا اللي فريق تشيلسي هيبقى فريق قوي السنة دي، وهينافس بشكل كبير في الدوري، وهيبقى خصم صعب لكل الفرق خصوصا في التوب 6، وهيتأهل لدوري أبطال أوروبا السنة دي. هينافس بنسبة ضعيفة شوية عن مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول على الدوري، بس هيبقى منافس شرس في الموضوع. طيب بعديها هيبقى عندنا بقى ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام، وده هنتكلم عليه فخ اللي هو هيبقى يوم السبت ان شاء الله. اول ماتش هيبقى عندنا اللي هو مانشستر سيتي وتوتنهام، هنتكلم عليه في اخر الفيديو لان ده من الماتشات المهمه نتكلم عليه مع ماتش ليفربول ونيوكاسل. طيب هنبدا بعد كده بالماتش بتاع برينفورد واستون فيلا، هيبقى ماتش برضه مهم جدا و مهمة يعني ايه سهلة بالنسبة لاستون فيلا، يقدر برضه يرجع فيها على طريق الانتصار التاني ويحقق 3 بونت بشكل كويس. برينفورد فقد بريقه جزء من القوة بتاعته برضه في الانتقالات، ومستوى الفرقة هبط عن السنة اللي فاتت. فاستون فيلا اقدر اقول له ناي إيمري مع التشكيله اللي موجوده معاه برضه هتحقق 3 نقط بشكل كويس الماتش ده في الجوله الثانيه، وهتفوز على برينفورد بشكل كويس وترجع تمشي على الطريق الصحيح. عندنا بقى ماتش يعني هنقول ايه اللي هو من اضعف الماتشات في الجوله ديت، هيبقى من اسهل ماتشات قصدي لبورنموث في الجوله ديت، قدام واحد من اضعف الفرق الموجوده في الدوري الانجليزي حاليا، هتبقى بورنموث وولفرهامبتون. طبعا بورنموث بعد الاداء الممتاز اللي قدمه قدام ليفربول، وانا دي كمشجع من فريق ليفربول بقول دي كلمه حق اللي في بورنموث، وعمل ماتش ممتاز جدا على ليفربول. ولو كان فريق تاني غير ليفربول اللي بيقابل بورنموث، كان بورنموث ممكن يطلع ب3 نقط او ممكن يطلع بنقطه على الاقل. فان شاء الله هنا بورنموث بالاداء اللي اداه والقوه اللي اظهرها في الجوله الاولى هيبقى خصم كويس، هيلعب في موضوع منتصف الجدول، بس هيبقى خصم لا يستهان به في الدوري الانجليزي. قدام ولفرهامبتون طبعا دفاع ضعيف، والفرقه بقت ضعيفه جدا، تفريغ بعض النجوم اللي موجودين ومفيش تعويض لنجوم تقدر تسد مكانهم. ماشي، الماتش اللي بعده هيبقى بيرلي وساندرلاند، فوز سهل جدا لساندرلاند قدام اضعف فرقه برضه موجوده في الدوري بيرلي. 2 صاعدين من الدرجه الثانيه. ساندرلاند عمل ماتش ممتاز جدا قدام ويست هام وقدر يحقق الفوز ب3-0. برضه هيقدر يحقق نتيجه ممتازه الماتش ده، وهيقدر يكسب بيرلي ويحقق 6 بونت في اول مشوار له في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز ووجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهتبقى انطلاقة كويسة جدا لساندرلاند، ممكن تأمن له وتديله دفعة قوية جدا اللي هو يأمن
حظوظه اللي هو يتنم موجود في الدوري الانجليزي، وانا متفائل بالفرقه ديت في يعني ان شاء الله اللي هي تكون موجوده معانا السنه الجايه كمان في الدوري الانجليزي. الماتش اللي بعده ماتش هيبقى مش سهل لارسنال. ارسنال قدام ليدز يونايتد. ليدز يونايتد فرقه كويسه، بس هو ارسنال هيقدر يفوز بخبرات اللعيبه والكواليتي اللي موجوده من الفرقه، بس هيبقى برضه فوز صعب على ليدز يونايتد، لان ليدز يونايتد بيهاجم كويس. هي مشكلته الوحيده اللي هو ما في الدفاع مش كويس جدا، بس بيهاجم بشكل كويس. فهيبقى فوز لارسنال. طيب عندنا الماتش اللي بعده هيبقى ايفرتون وبرايتون. ايفرتون وبرايتون يعني ماتش ضحك هيخلص تعادل. انا ما اقدرش اتكلم كتير عليه لان هو في نسبة ضعيفة قوي قوي اللي ممكن ايفرتون يحقق فوز لو لعبوا صح، لكن بشكل كبير هيبقى الماتش هيخلص تعادل، لان الاثنين يعني ما اعتقدش اللي هو امكانياتهم تقدر تعمل اكتر من كده. طيب اللي بعديه كريستال بالاس ونوتنجهام فورست. الماتش ده هيبقى حلو جدا مع احترام الاسماء. يعني نوتنجهام فورست مع نونو سانتو كان عامل ماتش دوري السنه اللي فاتت موسم ممتاز. السنه دي كريستال بالاس برضه عامل موسم ممتاز السنه اللي فاتت، والسنه دي دخل بدايه قويه محقق الكوميونتي شيلد، عامل ماتش قوي جدا في الجوله الاولى. نوتنجهام فورست نفس الموضوع، فهتبقى ماتش صعب جدا، واتوقع اللي هو يخلص بالتعادل ما بين الاثنين. طيب اهم مباراة موجودة عندنا هتبقى هي مباراة في السبت، هيبقى مباراة السيتي وتوتنهام. السيتي وتوتنهام هيبقى قمة الجولة ديت في يوم السبت، وهتبقى من اهم ماتشات اللي موجودة في الدوري. الفرقتين الاثنين كسبانين وبأداء هجومي قوي. الاثنين برضو عندهم بعض النقاط الدفاعية اللي مش قد كده، بس هيبقى ماتش ممتع، ماتش كروي. محمد قدوس هيبقى عامل شغل كويس جدا مع توتنهام. تشارلسون هيبقى عامل ماتش برضو زي لو كمل على الاداء اللي عمله الماتش اللي فات برضه هيبقى الدنيا كويسه معاهم. السيتي مع النجوم الجداد واللي موجودين في الفرقه، خصوصا اللاعب اللي موجود في خط النص اللي جاي يعوض كيفن دي بروينا. ريندرز اللي عمل شغل في الماتش اللي فات ده بشغل بأداء ممتاز، يعني بصراحة ادانا لمحات قوية جدا، اللي هو لعيب مهاري بيأدي بأداء متميز، عوض غيابه وعدم وجود اللي هي الحاجة اللي كانت ناقصة بيب جوارديولا في الفرقة. رؤيته للملعب، الشغل والجمال في الباصات والتمريرات والتحركات اللي موجودة عنده، ده هيخلي مع القوة الهجومية اللي موجودة عند مانشستر سيتي ده هيخلي الماتش ممتاز جدا. انا مش قادر اقول من اللي هيفوز، اتمنى ان هم يتعادلوا، ده فايدة عشان ليفربول، بس بشكل كبير يعني هيفوز السيتي بس بصعوبة. ماشي. بعد كده عندنا الماتش الاهم على الاطلاق، الماتش الاهم على الاطلاق بسبب الظروف والاخبار اللي موجوده حواليه، وهو ماتش ليفربول ونيوكاسل. طبعا انا كمشجع ليفربول اتمنى فوز ليفربول، بس هو الماتش هيبقى صعب طبعا بسبب المشاكل الموجوده حوالين الكسندر ايزك وحوالين التوتر ما بين الفريقين في الصفقات، وليفربول خد منهم هوجو إيكيتيكي. وقوة الفرقتين اللي موجود عندهم، السكواد اللي موجود في الفرقتين سكواد ممتاز. في عند ليفربول بعض المشاكل في خط النص اظن اللي هي هتتحل الماتش ده مع وجود جرافنبرخ وعودته للتشكيل مرة ثانية، واكيد اكيد اكيد ارن سلوت هينزله في التشكيل الاساسي عشان يثبت، لان احنا كلنا كل اللي بيتابع الدوري الانجليزي وكل اللي بيتابع ليفربول عارف قيمة جرافنبرخ في خط النص. اتمنى هو فريمبورج مش هيلعب، بس اتمنى الباك الشمال ياخد مدة اطول طبعا، ويبقى قاعد في قلب الماتش بشكل قاعد في مدة المباراة بشكل اطول من كده، ما يطلعش زي ما بيتعمل في ماتش الكوميونتي شيلد واتعمل في الجولة الاولى، يتاني مكمل ويأدي عشان خاطر ياخد برضو على الفريق ويبقى ليميت في المنظومة. طبعا وجود مدافع زي ليوني اللي جاي جديد من الدوري الايطالي طبعا ده هيفرق جدا مع ليفربول. الثنائيه بتاعت كوناتي وفان دايك مش فيها في مشكله لازم تتحل فيها.
اظن ليوني هيدي دافع لابراهيم كوناتي وفان دايك اللي هم يدوا اقصى حاجه عندهم ويأدوا بشكل افضل من كده ويطوروا نفسهم بشكل اكبر من كده. يعني خصوصا لو هو خد بعض المشاركات البسيطه ووقت عشان خاطر يندمج في وسط المنظومه وفي وسط الفرقه. بالنسبه لنيوكاسل المعضله الوحيده اللي هتبقى عندهم موضوع الهجوم. بالنسبه لليفربول ما فيش مشكله في الهجوم قوي، بس بالنسبه لموضوع نيوكاسل هيبقى الموضوع الهجومي، خصوصا مع عدم مشاركه الكسندر ايزاك والمشاكل الموجوده عندهم والتصريحات المتبادله ما بين الفريق وما بين اللاعب. فدي هتخلي المهمه صعبه بالنسبه لنيوكاسل بشكل كبير. بس اظن ان الفريقين، انت دلوقتي بالنسبه لنيوكاسل وليفربول هيبقى الماتش ده مهم جدا ومصيري ليهم. نيوكاسل عاوز يكسب عشان خاطر يعزز فرصه اللي هو يبقى موجود في التوب 4. طبعا انت بتهزم منافس، فريق منافس ليك من المنافس الاول الموجود على البطوله واللقب. بالنسبه لليفربول نفس الموضوع، عاوز يعزز الفوز بتاعه يحقق 6 نقاط، يبقى عنده 6 نقط كاملين من المباراتين، ويعزز فكره اللي هو جاي ينافس على البطوله من اول ماتش ومن اول يوم بدأ في الدوري. يعني اتمنى فوز ليفربول. بالنسبه لليفربول طبعا فريمبونج هنحط مكانه اللي هو الباك اليمين، عموما هيتحط مكانه كونر برادلي. ده رايي انا الشخصي، كونر برادلي، ويشتغل محمد صلاح على حته الانسايد اللي هو يخش ويقطم على منطقه الجزاء ويبقى تواجده في المنطقه بتاع منطقه الجزاء بشكل كبير، وهيساعده على اللي هو يوصل لمنطقه الجزاء ويوصل لمناطق التهديف ويوصل لمناطق صناعه اللعب. تحركات لعيب زي فيتسر طبعا لاعب متميز جدا، وشفناه الماتشين اللي فاتوا مأدي اداء ممتاز مع ليفربول. اللاعب عنده رؤيه واضحه ورؤيه جميله جدا وتحركات ممتازه ما بين الخطوط وفي الملعب. الثرو باس بتاعه ممتاز، الشوط عنده كويس، لعيب خط وسط مهاجم متكامل بالنسبه في وجهه نظري. فهي التشكيله بتاع ليفربول انا توقع الشخص هتبدا من اليسون، طبعا هيبقى كونر برادلي، فان دايك، كوناتي، كريغزر اللي هو الباك الشمال اللي موجود عند ليفربول، انا بتلخبط في اسمه المجري، كريكس. فهو ده الموجود دلوقتي، دول الاربعه اللي ورا. الباك الشمال كريكس، عندك فان دايك، ابراهيم كوناتي، كونر برادلي. خط النص هيبقى جرافنبرغ، هيبقى عندك ماكاليستر، عندنا فوق تحت رؤوس الحربه فيتسر. الثلاثه اللي موجودين قدام طبعا محمد صلاح بدون اي منازع، هوجو اكتيكي ده المهاجم الصريح، عندك جاكبو الطرف الشمال. تمام، فده بالنسبه لليفربول، ودي التشكيله انا اظن اللي هي الافضل في الوقت الحالي في حين عوده فريمبورغ من الاصابه. هي تقريبا في اصابه حصلت له فهيغيب، مش عارفين هيغيب قد ايه. فلحين عودته هو كونر برادلي المفروض يلعب مكانه. ما حدش بقى ما تخترعليش وتحط لي جو جوميز ولا تجيب لي اي حد وتحط باك يمين. لا يا عم، كونر برادلي موجود ومؤدي في الماتشات الموسم اللي فات ومن اول ما صعد من الاكاديميه، وهو بيأدي بماتشات بطريقه كويسه في المركز ده. هو طبعا مش نفس بروفايل ارنولد زي ما احنا كنا متعودين السنه اللي فاتت، بس هو كان مؤدي بشكل كبير. لاعب شاب ومتميز، وخدع اللعب تحت محمد صلاح، فهيبقى عارف تحركات محمد صلاح ماشيه ازاي، وهيبقى عارف امتى يطلع وامتى يرجع، وامتى يبقى هو ماسك الخط وصلاح هو اللي بيخش جوه. الكلام ده كله هيبقى مظبوط. فاتمنى ان صلاح يهدف، اتمنى ان محمد اللي فرقه ليفربول تكسب وتكمل انتصاراتها وتنافس على الدوري الانجليزي وتحققه السنه دي كمان مره. بالنسبه في مانشستر يونايتد عندنا طبعا فولهام ومانشستر يونايتد. ده هنا مانشستر يونايتد فرصه كويسه جدا اللي هو يعوض الخساره اللي حصلت على ارضه الماتش اللي فات، واللي هو بصراحه انا من وجهه نظري ما كانش يستحقها. على الاقل كان يستحق التعادل مع فريق التشكيله الجديده اللي موجوده مع المدرب اللي موجود معاهم، مأدي بشكل كويس، عامل فرقه السنه دي كويسه، فرقه واقفه على رجلها احسن من السنه اللي فاتت. فاتمنى ان هم هيفوزوا على فولهام السنه الجوله ديت ويحققوا اول 3 بونت لهم في الدوري.
تمركز مانشستر يونايتد تتوقع له يتحسن عن السنه اللي فاتت هو وتوتنهام كتير. يعني اذا ما كانوش انا بتكلم اللي هم ممكن ما يوصلوش للتوب فور، بس هيشتغلوا من 5 6 7 او التوب 8 عموما، هيخشوا من الخامس للثامن توتنهام واليونايتد. فاتمنى ذلك، واتمنى نشوف مباراه ممتازه تعجبنا. احنا عندنا في كذا ماتش، عندنا سيتي وتوتنهام طبعا، وعندنا نيوكاسل وليفربول ادي الماتش الثاني، وفي الماتش اللي انا متوقع مع انه هيبقى اندر ريتد شويه اللي هو هيبقى كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، هيبقى في كوره كويسه جدا. واتمنى لكم مشاهده سعيده، وكل واحد ليه فرقه بيشجعها يتمنى اللي هو تكسب، تبقى محققه الانتصار وكسبانه وبتأدي بشكل كويس. كل اللي بتمنى منكم فيه اللي انتوا تدعمونا وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. وزي ما قلت لحضراتكم القناه بتاعتي اللينك بتاعها موجود على اليوتيوب، اللينك بتاعها موجود في البايو بتاع القناه. اتمنى اكبر دعم منكم. انا لسه بادئ القناه عموما، واتمنى ان احنا نقدر يبقى في دعم كبير، واقدر اطور من محتوى القناه الفتره الجايه. شكرا لكم، مع السلامه.